احنا دلوقتي داخلين تشاينا تاون اللي في بانكوك. اكتر مكان متحمسين نزوره في بانكوك. المكان اول ما دخلناه اول انطباع عنه كده ان هو اوفر ويلمنج جدا، اللي هو في ايه يا جماعه اهدوا شويه كده. زحمه جدا، الناس بتتحرك في كل اتجاه وفي انوار في كل حته واصوات عاليه وكله اكل اكل اكل. ده كل ده صبيط واخطبوط الهرم ده. منظر السي فود ده أثر فينا جدا. عندهم أنواع مختلفة عن الحاجات اللي عندنا، وكمان عندهم حاجات كبيرة قوي، يعني أحجام الحاجات حتى اللي احنا عارفينها أكبر بكتير جدا من اللي احنا متعودين عليه. حاولنا بقى ندور على مكان كده ناكل فيه. هما أماكن قريبة قوي من بعضها، بس احنا اخترنا مكان كده شكله كويس شوية ورحنا نشوف عنده ايه. سي فود وجريلد ماسلز. خدنا رقم والمفروض مستنينا عشان نقعد. كان زحمة جدا. ان شاء الله يطلع الاكل حلو. كل ده هو ده المكان اللي ناكل فيه. No, not together. Yes, not together. Okay. Make anh đường. Tom yum soup. Okay. هتعجبك قوي، هتعجبك جدا. اكسبلور. استنى اجرب كده. بصوا ده بقى شكله عامل يعني انا عايزه اخد من الصوره واعمل بجد؟ ده بلين شويه. طب انا جعت. يلا ابتدي بالسوب لوحدها. كل حاجة بنحبها قوية. حلو ولا وحش؟ حلو. ده مشروم؟ في مشروم. جرب المصل ستايل. مش عارف. ناشفة؟ مش عارف. بس ده مش الجينجر، ده حاجة تانية بتتحط على الجينجر. هبقى اقول لك اسمها، هبقى ادور. تقريبا مش المفروض. انا حطيت ده حراق قوي، سبايسي قوي، متحطش كتير. انت ما بتحبش السبايسي.
ايه رأيك؟ طعمها غريب قوي. انا حسيتها جندوفلي على كبير. حطيها هنا بقى. جندوفلي قوي. انا هكمل اكل هكمل اكل. الجمبري رايق. الجزء المهم بتاكل ازاي؟ مكلف الجمبرية بالحجم ده. طعمها حلو قوي. دي احلى حاجه في طب ذاتس ات بقى عشان انا كمان الدليل على جودة الاكل. مفيش فاضلش حاجة. ايه رأيك؟ حامي قوي بس حلو. حلو حلو. بصوا بقى، يعني انا بحب الحامي ده السبايسي اللي انا بحبه. انا بحب الحامي جدا. في مصر بحط الشطه كلها على الكشري، وده بجد بجد تحفه. طعمهم تحفه، اللي هو تبقى بتاكل وبقك كله كده بيلسعك من الشطه. تحفه تحفه تحفه. والتوميوم دي احنا اصلا بنحبها وبناكلها في مصر يعني في كل حته بنلاقيها في مصر. كنت بحاول اعملها في البيت وكده، فتماما حلوه جدا 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 جدا. تحفه تحفه. كل حاجه موجوده في التوميوم. هي فيها حاجه اسمها ليمون جراس كده، طعمه قوي جدا ومميز جدا. وفي حاجه ثانيه شبه الجنزبيل، بعيدا عن اسامي الحاجه يعني، بس الطعم بتاع الحاجه قوي جدا. تحفه تحفه رائع. تحفه. مبسوطه 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 جدا. الحمد لله. الاكله اللي احنا كلناها دي كده اتكلفت 300 بات، اللي هو 300 جنيه تقريبا يعني. بس الاسعار دي مش موجوده في مصر. يعني احنا في مصر حاجه الاسعار هنا تعتبر كويسه جدا في حاجات السي فود وكده يعني. دلوقتي هندور على حاجه ثانيه ناكلها، حاجه خفيفه غالبا هنحلي او كده، فهنشوف كده هنختار ايه ونوريكم. احنا لقينا ان المكان كله ما فيهوش حلويات، فقلنا نجرب العصاير بتاعتنا. جبنا العصير. احنا جبنا 2 عصير عشان ننتعش. ده ايه؟ ده كانتالوب، صودا كانتالوب، وده صودا هاني ليمون وعسل. ماشي، استنى بقى. الاتنين طعمهم منعش قوي. منعش قوي. لا بس طعمهم حلو قوي ومختلف. ده كانت بتضرب كانتالوب وحطهم. عشان انا كده بس حلوين قوي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وما تنسوش السبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوز الجايه.